تعالوا كده اقول لكم على طريقة سهلة جدا وبسيطة للباتيه الجميل ده، والتوريقة اللي مش هتاخد منكم ثواني. اي بنوتة لسه داخلة تعمل الباتيه هتعرف تعمله بالجمال ده. تعالوا كده نشوفوا طريقتنا ومكوناتنا السهلة البسيطة ونقول بسم الله. هاتي اول حاجة كوباية مية دافية وحطي فيها معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، اركنيهم على جنب. وتعالي شوفي الدقيق، 3 كوبايات دقيق عليهم رشة ملح ومعلقتين كبار من اللبن البودرة. هنزل عليهم بربع كوباية من الزيت واخلط الزيت بالدقيق حلو قوي. بعد كده هنزل بكوباية المية اللي عليها الخميرة لحد ما الاقي العجينة لمت معايا واسيبها تخمر شوية. هحضر نص كوباية من الزبدة زي ما انتوا شفتوا في البولة، وهضربهم بالمعلقة لحد ما يسيحوا ويفكوا معايا. تعالي بقى يا ست البنات، هاتي رشه من الدقيق وابداي افردي العجينه بتاعتك بعد ما خمرت وادهنيها بالزبده. ممكن ما تاخدش كمان نص الكوبايه. بصي بقى التقطيعه السهله دي، هتقطعيها كده من ناحيتين والنص هتبقى زي ما هي ملحومه في بعضها. هتبداي تجيبي واحده على التانيه وتبرمي لقدام، واحده على التانيه وتجيبي لقدام، وفي الاخر هتقفليها وتحطيها في حاجه واسترتش في التلاجة لمده نص ساعه. بعد نص ساعه هتجيبيها تاني وتفرديها. هتفرديها برضو مستطيل، بس المرة دي مش هندهن حاجة. هقطعها بقى من النص كده نصين وهبدأ اعملها مستطيلات زي ما انتوا شايفين. وبرومي بقى يا ست البنات وقفلي حلو ورصي في الصينية بتاعتك. شايفة الجمال؟ اظن مفيش اسهل من كده. احشيها بقى الحشوة اللي انت حباها، عايزة حلو احشي او حادق. وهتلفي الرول حلو وتقفلي من تحت، اهم حاجة التقفيلة. هتعملي مسافات بينها وتجيبي صفار بيضة بشوية لبن وابدأي ادهني الوش حلو قوي. حطي شوية حبة بركة او سمسم اللي انت حباه. فرن فوق المتوسط وابدأي اخبزيه. هيطلع معاكي احلى باتيه مورق زي ما انت شايفة الجمال بقى. اظن مفيش اسهل من كده. هتقومي حالا تعمليه، واحلى باتيه هتاكليه وبألف هنا.